السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثاني الثانوي مادة التوحيد، الدرس الرابع، درس السعادة والشقاوة. يقول الناظم: فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. ما تعريف السعادة والشقاوة لغة؟ السعادة لغة التوفيق والإعانة، التوفيق والإعانة. والشقاوة لغة الشدة والعسر والمحنة والضلال، الشدة والعسر والمحنة والضلال. السعادة والشقاوة شرعا عند الأشاعرة والماتريدية. ناخذ تعريف السعادة والشقاوة عند الفرقتين الأشاعرة والماتريدية. ماذا قال في السعادة والشقاوة؟ اذكر ما اتفق وما اختلف عليه الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا، والماتريدية أيضا: السعيد من ختم له بالإيمان حتى ولو كان قبل ذلك كافرا. السعيد اللي كانت نهايته مؤمن حتى ولو كان قبل ذلك كافر. وأن الشقي من ختم له بالكفر حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنا، حتى لو كان مسلم ثم ارتد عن الإسلام وختم له بالكفر فهذا هو الشقي عند الاثنين، سواء أشاعرة وماتريدية. طيب، ما اختلف عليه؟ قال الأشاعرة اختلف في الأشاعرة والماتريدية، اختلف بما يحكم عليه أثناء حياته قبل أن تعرف خاتمته التي سينتهي إليها. يعني هو دلوقتي حاله في الدنيا سواء مؤمن ولا كافر بماذا يسمى؟ لأن احنا ما نعرفش هو يموت عليه. هنا الأشاعرة والماتريدية اختلف. ذهب الأشاعرة في الختم بالسعادة أو الشقاوة، قال السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله تعالى القديم بذلك. السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار إيه؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أن فلان الفلاني سيموت على الإيمان، بصرف النظر بقى حتى لو كان كافر في الدنيا. يعني عندك كثير من الصحابة لما كانوا في حياتهم في الدنيا قبل الإسلام أو قبل أن يدخلوا الإسلام كانوا كفار. طب كيف كانت خاتمتهم؟ وماتوا على الإسلام أم على الكفر؟ ماتوا على الإسلام. فهذه هي السعادة. والشقاوة هي الموت على الكفر باعتبار تعلق علم الله سبحانه وتعالى القديم بذلك. يعني ربنا في علمه علم أن فلان الفلاني هو عاش مسلما ويموت على الكفر لأنه فعل شيئا معينا ما عجبه الإسلام، تكبر، يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى له الثبات. يبقى ده الشقاوة. وبناء على ذلك قالوا السعيد عندهم هو من علم الله تعالى أزلا، هو من علم الله أزلا موته على الإيمان. يعني السعيد من هو؟ قالوا السعيد الذي علم الله أنه سيموت على الإيمان، والشقي الذي علم الله موته على الكفر. والإسلام عندهم علامة على السعادة وليس السعادة نفسها. الإسلام علامة على السعادة. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي مسلم، يبقى هذا دليل على أنك في سعادة إن استمررت إن ظللت على الإسلام ومت على الإسلام، يبقى ده دلالة على السعادة. هل أنا أحكم عليه بالسعادة؟ لا، ما أنا ما أعرفش هو يموت على إيه. وكذلك الكفر عندهم علامة على الشقاء وليس الشقاء ذاته. يعني هو أنت كافر أو أنا أقول على الشخص الكافر دي علامة على الشقاوة. هل أنا في الحالة دي أحكم عليه إنه سيموت على الكفر؟ لا، الله أعلم، ممكن يدركه الإسلام فيموت على الإسلام. بعد كده وجهة نظر الأشاعرة في من يختم له بالسعادة. الأشاعرة ينظرون في من يختم له بالسعادة، قالوا من كتب له السعادة أزلا فإنه لن يختم له إلا بها حتى ولو كان قبل ذلك كافرا. كلام سهل وواضح. ومن كتب عليه الشقاء فإنه سيختم له به حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنا. يعني اللي ربنا كتب لي السعادة هو السعيد سيموت على الإسلام حتى ولو كان قبل ذلك كافرا. طيب، واللي مات على الشقي حتى لو كان مسلم سيختم له بالكفر ويموت على الكفر. هذا هو الشقي. هذا في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس فيه ظلم من الله للعبد، لأن الإيمان والكفر هذا بإرادة العبد واختياره.
يعني ربنا ما أجبروش على شيء. عند الأشاعرة قالوا السعيد لا ينقلب شقيا والشقي لا ينقلب سعيدا. صحيح، إلا ربنا كتبه سعيد سيموت سعيدا، والذي كتبه الله شقيا سيموت شقيا حتى ولو كان مسلما. دي معلومة. فمن ختم له بالسعادة فهذا معناه أنه مكتوب في الأزل أنه سعيد. فمن ختم له بالشقاء فهذا معناه أنه كتب له قبل ذلك في الأزل أنه شقي. والأعمال كما نعلم بالخواتيم على مذهب السادة الأشاعرة السعادة والشقاوة لا يتغيران ولا يتبدلان، فلا ينقلب الشقي سعيدا ولا السعيد شقيا. بيقول لي بما استدل الأشاعرة على مذهبهم في السعادة والشقاوة؟ استدلوا بإيه؟ استدل الأشاعرة على مذهبهم بالآتي في أدلة وفي آيات وفي أحاديث واضحة يعني. الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه حديث الصادق المصدوق، قال إن أحدكم، ده حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. الإشكال اللي ممكن يدخل في ذهن الواحد من هذا الحديث إن الإنسان إزاي يفضل عمره يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. في حديث تاني وضح هذا الكلام فقال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني الظاهر إن هو بيعمل كده بأعمال أهل الجنة للناس بس. طب في الحقيقة أنه لا يعمل هذا لله سبحانه وتعالى، بل يعمل ليقال عنه متصدق مجاهد كده. الدليل العقلي قال، وفي حديث رواه الطبراني والبيهقي، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. الدليل العقلي قال لو انقلب الإنسان من السعادة إلى الشقاوة للزم انقلاب علم الله تعالى القديم جهلا. طبعا يعني ربنا كتب واحد سعيد، كيف يحول هذه الكتابة إلى عكسها شقي؟ يبقى ده يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يجهل، وهذا مستحيل على الله، وهو محال في حقه لأنه نقص، فيكون الانقلاب من السعادة إلى الشقاوة أو العكس محالا أيضا. بعد كده بيقول لي شبهة والجواب عليها. الشبهة نظر الأشاعرة في مفهوم الشقاوة والسعادة إلى ما هو مقدر أزلا في علم الله، وعلى هذا فقد يقول قائل بأن هذا هروب من العمل وتحلل من المسؤولية. يعني ممكن يقول لك إيه، طالما ربنا كتب كل واحد ده في الجنة وده في النار، طيب خلاص إيه لازمة العمل؟ واحد من الصحابة أو مجموعة من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه هذا السؤال، قالوا يا رسول الله ما نعمله؟ الأعمال التي نعملها أمر فرغ منه يعني كتبه الله، ولا يعني لسه هيكتب بمعنى الكلام يعني؟ قال لا، بل أمر فرغ منه. فقالوا ففيما العمل؟ هنعمل ليه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر إلى أهل الشقاوة. انت ما ايش دراك ربنا كتبك في اهل الشقاوة ولا اهل السعادة؟ فانت تعمل بعمل اهل السعادة حتى يكتبك، حتى تكون من السعداء عند الله سبحانه وتعالى. فده امر لا يعلمه الا ربنا سبحانه وتعالى. قال الرد ان الله تعالى علم في الازل كل ما سيحدث في الوجود وما سيؤول اليه، الا هيحصل ولا هينتهي اليه الامر، وينتهي اليه امر كل انسان منه، فالكمال الالهي لا يعقل الا على هذا الوجه من العلم. ومتى كان العلم السابق بما سيحدث مسؤولا عما يحدث، فلو اخبر، يعني خلاص الجواب احنا عرفنا الشبهه اللي هو ايه؟ طب طالما ربنا كتب كل شيء ليه هنعمل؟ هنقول هنعمل لأن الإنسان لا يعلم بما يختم له، فأنا أعمل بعمل أهل السعادة حتى يختم الله لي بعمل أهل السعادة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش علشان مات عليه. الرد هنقول لي بقى أن علم الله سبحانه وتعالى في الأزل ليس معناه إجبار الإنسان على فعل شيء. بمعنى إيه؟ بمعنى ولله المثل الأعلى، واحد مهندس خبير في مجاله قام بتصميم، أو في واحد غيره قام بتصميم عمارة كاملة أو عمل هندسي، فوالله بناء على علم الرجل دهوت الخبير دهوت علم أن هذه العمارة ستسقط في يوم من الأيام. طيب إذا سقطت هذه العمارة كما تنبأ هذا العالم وهذا المهندس وهذا الخبير، هل هذا يكون فيه ظلم من هذا الإنسان، أو هل هذا الإنسان هو الذي تسبب في سقوط؟ لا طبعا. فعلم الله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه سيظلم أحدا أبدا. هنا انتهى.